أعلنت الحكومة السعودية دعما اقتصاديا جديدا لليمن بمليار ومئتي مليون دولار، وذلك من خلال البرنامج السعودي للإعمار وتنمية اليمن. وقالت الرياض إن هذا الدعم سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وحمايتها من الانهيار، كما يساعد في تعزيز أمن واستقرار اليمن. وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي بناء على طلب الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة ودعما لمجلس القيادة الرئاسي. هذه الاتفاقية تدعم الوضع الاقتصادي وفي نفس الوقت تدعم أيضا فرص السلام، وأيضا تدعم الشعب اليمني في كل المحافظات بما يساعد في تحسين وضعه المعيشي وتحسين وضع أمنه الغذائي، بالإضافة إلى أيضا توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء المختلفة من خلال استخدام جزء يسير من هذا الدعم لتغطية مشتريات المشتقات النفطية من قبل الحكومة اليمنية. من جهته قال وزير المالية اليمني أن الدعم السعودي لليمن سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج الذي تعيشه البلاد. توقيعنا اتفاقية الآن على مليار و200 مليون دولار، وهذا سيتخفف من الوضع الاقتصادي يعني الحرج اللي نحن فيه الآن والوضع الإنساني، وهذا نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية للمنشآت تصدير النفط التي فقدت الميزانية العامة للدولة، فقدت حوالي 65% من إيراداتها، وتأثرت الاقتصاد وتأثرت الميزانية العامة، ولكن هذا الدعم إن شاء الله سيخفف ويعني يرفع الكثير من الضغط التي على الاقتصاد اليمني كامله.